كان في دكتور مرة قال انا دخلت اغسل المواعين، هو يعني بيتكلم عن نفسه، فغسلت اطباق وما عرفت اني اسلك الحوض. فمرة في مرة وانا مبسوط ان انا عملت الصح اللي هو غسيل الاطباق، فمرة في مرة الحوض اتسد فالمية وقعت على الارض، فمحدش عارف اعمل الصح اللي هو غسيل الاطباق لان الحوض اتسد. فاهم ازاي؟ الحكمة بقى ان انت اما تضيف حاجة صح في حياتك لازم تشيل الحاجة الغلط اللي هي معوقاك عن تحقيق الحاجة الصح دي. هشرحها لك. يعني لما تعوز تحافظ على الصلاة لازم تبعد عنك اي حاجة بتعوقك عن الصلاة. يعني تبعد عنك الموبايل وتستعد في وقت الصلاة ده للصلاة بس. اما تعوز تذاكر كويس ابعد عنك الصحبة السوء اللي هما بيبعدوك عن المذاكرة والدراسة والفلاح والنجاح. اما تعوز تحافظ على علاقتك بربنا وما تشربش سجاير ابعد عنك برضو الصحبة السوء اللي هي بتأمرك اصلا بالحاجات دي. فاهم ازاي؟ يعني اللي هو بيعزم عليك بحاجة بتاع كده. فلما تضيف حاجة صح شيل على قصتها العائق اللي ما بيخليكش تعملها. يعني اما تضيف حاجة او عادة كويسة في حياتك شيل العائق بتاعها. دي الحكمة. وبالسلام عليكم.